من النوم على صوت ماما عاملاه قلبان في الشقة. سيبونا انام شوية ده انا نايمة الساعة 1، ولقيت ماما بتجري في كل حتة. عايزة مني ايه؟ قلت 100 مرة لا. قالت لي عشان خاطري ده ابن انكل يسري، الناس تاكل وشي البسهم ايه معلش. طب ايه يعني ما تشوفي عاجبك القعدة معايا ليه؟ مش خسرانة حاجة في حد تاني ولا ايه؟ وبنات كتير اتمنوا يجيلهم واحد زي وظيفة وشكل منصب، وده غير مركز اهله. احترام اهتمام معرفش بنات ولغات ومواعيد في الجامعة. بتقولي عنده شقة واكيد هيجيبلك شبكة، مش قادرين يفهموا ان انا مش موافقة. اللي فاكرين كده بيحبوني بصراحة حاسة كده عايزين يبوني. قلت اكمل دراستي فتقولي حبيبتي كبرتي، كل اصحابك بقى مخطوبين ده حتى بنت اختي. قلت لها اتجوز كده استحالة حتى لو عنده شقة وهيجيب لي غسالة. مشيت وسابتني وبعدها رجعت قالت لي الناس جايين يشوفوكي البسي لا اقول لابوكي. قلت اقوم البس بسرعة عشان مش ناقصة هنا مع بابا، فجأة قال لي مش نازلة. قلت كل اصحابي قلت لهم على اللي بيحصل، قالوا لي كبري مخك هي ساعة مش اكتر. فتحت دولابي طلعت البنطلون، فبابا شافني بلبس قال لي بجد انا مصدوم. راح نده على ماما قال لها شوفي بنتك، قالت البسي فستان او حاجة من سنك، شوفي لك حاجة احلى خدي بالك وانتي داخلة وانتي بتديله الحاجة ساعة تقومي واقعة وانتي قاعدة تفضلي ساكتة مش عايزة ولا غلطة. وساعتها الباب خبط فجأة وكله بيجري في الشقة. لما بابا فتح الباب طلعوا الناس مع البواب، وجيران من الشباك يتفرجوا باينة فرجة. والعريس كان شكله لبخة عمال يقولي بنكت بايخة. ماما تضحك وانا ساكتة وكل شوية ابص لبابا اقوله مش موافقة. قال لي لا مفيش شغل بعد دراستك واكيد وهتخلي بيتك، مامته قاعدة بتتنك. طب على ايه عاوزين نتجوز ليه؟ البنت تعيش في كابوس وتدور على الفلوس، ما كفاية زن عليهم ليه تكرروا في كلام محفوظ. الموضوع محتاج تفكير وكتير هيليق في التمثيل، لو هيشوفوا كلنا ارسال